بداية لا بد لنا إلا أن نهنئكم ونهنئ شعبنا الكردي وشعوب شمال شرق سوريا والشعب السوري والعالم بمناسبة عيد نيروز، عيد الحرية والمقاومة ضد الظلم والطغيان. أيها الرفاق، يكاد لا يقضي نيروز إلا ويبتلي الشعب الكردي بجرائم يندى لها جبين الإنسانية. ففي ليلة هذا النيروز قام مرتزقة دولة الاحتلال التركي بإطلاق النار على سكان جنديرس الذين كانوا يتحضرون للاحتفال بالعيد، مما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة وجرح العديدين. إن عفرين المكلومة هي وأريافها بالممارسات العنصرية القذرة من قبل جيش الاحتلال ومرتزقته من فصائل التمرد الطائفي المسلح والمسمى بالجيش الوطني السوري. وبعد كل الممارسات العنصرية والفاشية والتغيير الديموغرافي الذي يتعرض له منذ 5 سنوات سواء من قبل دولة الاحتلال أو من قبل مرتزقته، إن ما حدث في جنديرس هي جرائم إبادة منظمة بحق الشعب الكردي في عفرين. من هنا نحن كمجلس المرأة السورية نقدم تعازينا لذوي الشهداء ونعبر عن كامل استنكارنا لجريمة القتل الأخيرة التي مارسها مرتزقة الاحتلال التركي بحق الأبرياء في جنديرس السورية. إننا هنا ندين بأقسى العبارات هذا الإجرام الذي يتعرض له الشعب في المناطق المحتلة وخاصة عفرين، وهو لا يزال مشردا بعد كارثة الزلزال. وعلى القوى الدولية الضغط على الاحتلال التركي ومرتزقته للانسحاب من كامل أراضي عفرين وطرد المستوطنين منها.